تعالوا احكي لكم موقف حصل معايا امبارح، والموقف ده هيكون تكملة لإيه اللي بيحتاجه أطفالنا في الوقت الحالي. آه، أنا ماشية بالسيارة سايقة، وبيعدي الطريق ولدين. الولدين دول هما ماشيين، يعني الولدين شكلهم عادي، شكلهم سمارت، ماشيين بيتكلموا، وفي نفس الوقت هم ماشيين ماشية بطيئة جدا لدرجة ان هم مش منتبهين للسيارات اللي رايحة وجاية، وانا كنت ماشية بسرعة متوسطة. فقعدت اسأل نفسي، لو انا حد ماشي بسرعة عالية كان ايه اللي ممكن يحصل للولدين دول؟ وهم حتى بعد ما عدوا ما انتبهوش. انا يعني الموقف لفت انتباهي ان دول مش اولاد عندهم مشكلة، مش سبيشال، مش صغيرين، هم اعمارهم يعني واعية، يعني في متوسط تقريبا. ولكن اللي لفت نظري ان هما دي مش طريقة مشية واحد بيعدي الشارع. هو واحد ماشي اكني ماشي جوه بيته، يعني بيمشي ويقف ويتكلم وبعدين يكمل مشي، وده كل ده في طريق السيارات، طريق مش سريع ومش بطيء. ده اللي هو هيكون يعني مدخلنا النهاردة عن كلامنا عن الشاشات، وتأثير الشاشات على أولادنا، وان انتباه أطفالنا دلوقتي ما بقاش زي انتباه الأطفال زمان. وان مهما الطفل كانت قدراته كويسة، وزي ما بنقول عليه احنا بالعامية كده ذكي وشاطر ونبيه وكل ده، ولكن هو انتباههم متأثر ومشتتين، وبالبلد كده مش مركزين. تعالوا اشرح لكم ليه الشاشات وصلتنا لكده. الطفل في البداية علشان ينتبه لحاجة بيكون قدامه الحاجة اللي بينتبهها دي هنسميها مثير. اوكي، الشاشة دي المثير ده في صوت، في ضوء، في حاجات بتتحرك جوه الشاشة دي، الحاجة اللي بيسمعها دي بتتحرك، فالمواصفات بتاعته عالية جدا. مواصفات المثير ده هنا مثلا، اوكي، وانت كفرد لما بتيجي تكلمه انت بس صوت، فتخيل انت هنا وهو هنا. يعني لو هقول حاجة شوية، مثال من الطب مثلا، لو انت بتاخد مضاد حيوي بيكون 1000 أو 2000، معرفش في 1000 ولا 2000، يعني 1000 مثلا، ومتعود تاخد ده في كل مرة، وجيت في مرة أخدت المضاد الحيوي 500، فأعتقد إن ده ما بيكونش مؤثر، انت خلاص متعود على ليفل عالي. كذلك الأطفال اللي ماسكين الشاشات في إيديهم ليل نهار، والشاشات دي بأنواعها، تابلت، بلاي ستيشن، تليفون، ومتعود على مصدر المثير القوي ده. لما بتيجي انت بس كمدرس بتشرح بصوتك فقط، كولي امر بيكلمه بينادي عليه صوت برضو بس، حد بينادي عليه من اصحابه او بيكلمه من اصحابه، هو حتى لو انتبه للمثير ده اللي هو انت، هو بينتبه لك وعايز يرجع تاني للعالم اللي هو فيه، وبينتبه لك لثواني. هاتلي طفل كده بيقدر يقعد يركز معاك لوقت طويل وانت بتتكلم بس مش بتستخدم ادوات تانية؟ طبعا صعب، وعرفنا دلوقتي ايه السبب. فايه الحل دلوقتي؟ الحل قدامنا لموضوع الشاشات ده احنا مش هنقدر نمنعه، خلاص دي بقت يعني سمة العصر زي ما بيقولوا. مش هنقدر نمنع طفل ان هو يمسك شاشة او يقعد حتى على الاقل يتفرج على التلفزيون، مش هنقدر نمنعه، ولكن اللي في ايدينا ان احنا كل واحد بقى بطريقته وفي بيته يقدر يعمل ايه، نقلل تأثير الشاشات دي قدر الامكان، بحيث يعني احنا قلنا احنا الفرق ما بيننا كده، هننزل الشاشات دي شوية، هنقلل تأثيرها شوية، وهنشتغل على الضرر اللي وصلنا له شوية، بحيث يبقى فيه في تقارب، في نقطة التقاء، في ان الطفل ده مش مضطر ان هو يبذل مجهود علشان ينتبه للمدرس في الصف. كمان علشان نحس ان الولاد دول مش تايهين. ده الاحساس اللي بيوصل لنا لما انا شفت الولاد اللي بيعدوا الشارع دول، ده الاحساس اللي وصل لي ان هم تايهين، هو ماشي تايه،
سرحان، مش مدرك للخطر. انت بتعدي الشارع، احنا زمان لما كنا بنعدي الشارع كنا بنمسك ايدين بعض ونبص يمين وشمال، ولما نيجي نعدي كنا بنعدي بسرعة. طبعا انا مش بقول ان هما لازم المفروض يكونوا زينا زمان، هما طبيعة زمانهم مختلفة، ولكن على الأقل يدرك ان انت دلوقتي في موضع خطر، وانت بتعدي الشارع لازم تكون ملتفت منتبه، بتبص يمينك وشمالك. لما تيجي تعدي مش هقول تمشي تجري بسرعة، بس على الأقل امشي خطوة محسوبة. ما تجيش في نص الشارع قدام السيارة وتقف وبتطلب من السيارة، هو مش مدرك أصلا. لو هو مدرك الخطر اللي هو فيه أو منتبه، يدرك ان انا في موضع خطر هنا، لازم اخد بالي. بس كمان عشان كده احنا عاملين برنامج من 4 محاور هيشتغلوا على الأطفال اللي عندهم تشتت واللي بقوا شريحة كبيرة جدا. هنشتغل على كل المحاور اللي ممكن ترجع الطفل تاني للانتباه. والبرنامج ده قائم على فهم طريقة انتباه الطفل واستجابته. كل طفل ليه طريقة مختلفة بينتبه بيها. ده جزء من المحاور ال4، مش كل المحاور. واحنا عاملين كتيب شارحين فيه تفاصيل البرنامج كاملة. اللي محتاج الكتيب ده يبعت لنا، احنا نبعت له الكتيب هيقدر يعرف منها تفاصيل البرنامج كامل.